احمد ازيك عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل، مبسوط اني معاكم النهارده. واحنا كمان مبسوطين جدا. مبدئيا مبروك على الفيلم، الله يبارك فيك. احنا متحمسين ليه جدا. وانا جدا. ممكن تدينا كده نبذه عن دورك في الفيلم؟ شخص مهنته دكتور، محب جدا للنجاح، يعني هو محب للنجاح، محب للتفوق، بيسعى طول الوقت في الحياه ان هو يتعلم حاجات جديده، بيلعب جيتار، بيرسم، بيسمع مزيكا مختلفه. بس طول الوقت على الرغم من كل الحاجات اللي عنده دي، طول الوقت حاسس ان في حاجه ناقصاه في حياته. طول الوقت بيدور على حاجه ما هوش عارف هي ايه. فرحله، يعني احنا بنعيش رحله مع كل كاركتر في الفيلم، اذا كان الكاركتر بتاعي او كل الاساتذه الباقيين، هي رحله لينا كلنا، كل واحد لوحده ومع بعض. طيب شايف بما انه لو شخص ناجح في الحياه وهو بيسعى للنجاح، هل ده ممكن يأثر على علاقاته، سواء بقى ارتباط او علاقته باصدقائه او علاقته باهله؟ ما هو على حسب رغبتك في النجاح. يعني ممكن حد يبقى حابب ان هو ينجح في تربيته لعياله، في علاقته بمراته، في علاقته باهله. حد حابب ان هو ينجح في الشغل، بس حد حابب ان هو ينجح في كل ده، فعمره ما ياخد 100% في كل حاجه. يعني بحس ان هو ربنا سبحانه وتعالى عادل، فانت اختار انت عايز ايه. هل انت عاوز النجاح في الشغل بس، فهتبقى عارف انك بتضحي بحاجات تانية؟ هل انت عاوز نجاح في العيله بس، فانت عارف انك بتضحي بالشغل؟ ففي الاخر بحس انها اختيارات. طيب بما ان الفيلم بيتكلم عن العلاقات والصداقات، شايف ان الواحد لما بيدخل علاقة سواء ارتباط او جواز، ده ممكن يأثر على صداقاته ووجوده مثلا معاهم؟ مش ضروري يأثر بالمعنى الوحش، خلاص بقى في حاجة تانية في حياتك، فبقت محتاجة وقت أكتر واهتمام أكتر وأولوية، فممكن يقلل التجمعات. بس فكرة إن المعزة نفسها تقل، أو إن الصداقة تختل بسبب إن ما بقيناش موجودين بنفس الشكل في حياة بعض، لا أحس إن ده ما كانش صداقة لو حصل. احنا هنسألك سؤال كده، عايزين نعرف احمد وهو اصغر شوية. قول لنا اكتر حاجة مضحكة عملتها عشان تبهر بنت كنت معجب بيها وانت صغير. كتبت كمية جوابات في زمن ما كانش فيه جوابات، كان بلاك بيري والدنيا كده، بس كتبت كمية جوابات واحط بقى عليها برفيوم وحركات. لا كنت رومانسي قوي زمان. كنت بتبعتها ازاي طيب؟ لا في الشنطة بقى، من طريق حد، يعني كنا بنتصرف. طب اتقفشته في مرة ولا ما اتقفشتش؟ لا خالص، لا لا الحمد لله لا. طب الحمد لله. لا لا لا، اصل هو ما كانش يخطر على بال حد، ما انت في بلاك بيري وفي موبايل واتساب، ليه بتبعت جوابات؟ بس هو الفكرة نفسها كانت لذيذة. اه والافرت كمان بيبقى حلو جدا. بالظبط. الفيلم اسمه الهوى سلطان، فهل انت شايف فعلا انه الهوى سلطان، انه الحب هو اهم حاجة في العلاقة؟ ممكن الشخص يتغاضى عن حاجات تانية كتير سلبية بسبب ان هو بيحب شخص، ولا لازم في حاجات تانية؟ لازم في حاجات تانية، لأن الحب مش هقول شيء مؤقت، بس هو حاجة لا يستند عليها إن هي تستمر إلى الأبد. يعني الحب بيستمر بس بناء على حاجات تانية كتير. يعني أنت لو بتحب شخص بس هو في صفات مش حلوة، هتبطل تحبه تدريجيا لحد ما تبقاش بتحبه خالص، رغم ان الحب كان موجود جدا. بس لو في حب وفي اجتهاد وسعي من الطرفين، اذا كانت العلاقة بقى متجوزين، صحاب عادي، بس المحبة والمعزة موجودة ما بينهم، يعني دايما هي عطاء، هو طريق رايح جاي. فلو رايح بس هينقطع، ولو جاي بس هيخلص برضو. فحس ان هو لا، الموضوع تركيبة على بعضها، مش الحب بس. طب ايه اكتر حاجة شدتك لدورك في الفيلم؟ اسمه. يعني لا، هو التركيبه على بعضها. يعني فكره ان استاذه هبه كاتبه الفيلم، فهي اللي بتالف وهي اللي بتخرج، فده كان شيء محمس جدا بالنسبه لي. لما قريت السكريبت حسيت ان هو مختلف عن الافلام اللي انا بتتعرض عليا الفتره اللي فاتت او اللي بشوفها كجمهور، والشخصيه نفسها برضه مختلفه جدا عليا. حسيت ان هي تجربه احب ابقى موجود فيها. وايه اكتر تحدي واجهك وانت بتعمل الشخصية؟ الحمد لله ما اقدرش اقول ان كان في تحديات قوي. يعني الموضوع كان ممتع وسلس اكتر من انه كان تحدي. هو التحدي ان هو ان شاء الله يعجب الجمهور، يعني هو دوت التحدي اللي بجد اللي لينا كلنا كمشاركين في صناعة الفيلم. شايف ايه الموضوعات اللي المفروض السينما تتكلم عنها اكتر، او صناعة الافلام تتكلم عنها اكتر؟ موضوعات اجتماعية بما انه الفيلم اجتماعي يعني. كتير جدا، مش قادر اقول حاجة معينة بعينها دلوقتي، بس لا احب ان الامور الاجتماعية تبقى بتتناقش اكتر في الافلام طبعا. عشان كده حابب قوي الفيلم، لان هو ما فيهوش اكشن، ما فيهوش بني ادمين طبيعيين بنشوفهم في رحله، فممتع انك تبقى بتقدم ده، او انك تبقى طبيعي، مش مطلوب منك حاجه اكسترا، مطلوب منك انك تبقى بني ادم حاسس بمشاعر هذا الشخص اللي انت بتقدمه. فده كان ممتع قوي بالنسبه لي. احنا كمان متحمسين جدا للفيلم، ومن كلامك كمان عن الشخصية وعن الفيلم احنا يعني تحمسنا اكتر. يا رب يعجبكم ان شاء الله. ومبسوطين جدا ان احنا قابلناك النهارده، وان شاء الله نقابلك بقى بعد عرض الفيلم ان شاء الله، وتقولوا لي ونتكلم بقى بقى عجبكم اكتر. ولا ايه الاخبار. اكيد هيعجبنا ان شاء ليا الله. السعاده والشرف.
ماشي، ميرسي تسلمي جدا لي، يا احمد، ميرسي شكرا ليكم. جدا.